بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه كوب. بنشوف حاليا إن كوب مرمي على الشاطئ وبيبص قدامه، فبيتخيل طفلين ولد وبنت. هنعرف مين دول بالظبط وإيه علاقتهم بكوب ولكن في الوقت المناسب. المهم إن بيجي الكوب كام واحد مسلح وبياخدوه لرئيسهم في الشغل اللي بيكون شخص آسيوي وعجوز اسمه سايتو. فبيشوف دلوقتي سايتو إيه الحاجات اللي لقيوها مع كوب، وبيلاقي إنهم لقيوا معاه مسدس وتوتم أو يعني تميمة وأداة شكلها مميز عبارة عن نحلة كده، وهنفهم إيه حكاية التوتم دي بعدين. بس المهم يعني إن سايتو بيتكلم مع كوب وبيعرفوا إنه فاكره كويس جدا وفاكر أول مرة شافه وشاف فيها التوتم معاه. وهنا بقى لازم نرجع للماضي عشان نشوف أول مقابلة بين كوب وسايتو ونفهم إيه اللي بيدور بينهم. فبنرجع بقى للماضي وبنشوف كوب ومعاه صديقه وزميله في الشغل اللي اسمه أرثر، وبيكونوا حاليا قاعدين مع سايتو اللي طبعا وقتها كان أصغر بكتير. بس المهم يعني ان كوب وارثر بيتكلموا مع سايتو، فبنعرف من كلامهم ان المفترض انهم عملاء من نوع خاص، لانهم بيقدروا يدخلوا جوه احلامك ويسرقوا منها الفكره اللي هم عاوزينها. وحاليا بيعرضوا كوب وارثر على سايتو انهم يعملوا له نظام دفاعي يحمي بيه احلامه من السرقه ومن العملاء او يعني لصوص الاحلام اللي زي كوب وارثر. وبيعرفوا كوب انه لازم يعني يقول له كل اسراره عشان يقدر يبني نظام امني ويحفظ فيه اسراره دي. لكن سايتو مش بيقتنع بكلامهم وبيبلغهم انه هيفكر في عرضهم ده وهيبقى يعني يرد عليهم بعدين وبيسيبهم يمشي. عموما بنخرج بقى بره المكان ده خالص وبنشوف ان على ارض الواقع كوب وسايتو وارثر نايمين، وكل اللي احنا فيه ده وبنشوفه هو عباره عن حلم اصلا التلاته جواه. المفروض ان كوب وارثر بيحاولوا يسرقوا معلومات من راس سايتو، عشان كده دخلوا جوه الحلم وعملوا نفسهم انهم جايين يعرضوا عليه يحموا احلامه بحيث يفتح لهم ويقول لهم كل الاسرار اللي هم اصلا جايين يسرقوها. بنشوف برضو ان مع سايتو وكوب وارثر وهم نايمين شخص كده اسمه ناش. وناش ده بيشتغل مع كوب ودوره حاليا انه يحمي هو وسايتو وارثر وهم جوه الحلم لحد يعني ما ينفذوا المهمه اللي عاوزينها ويصحوا تاني. ودلوقتي بقى بنرجع للحلم من جديد وبنشوف ارثر وهو بيتكلم مع كوب وبيعرفوا ان سايتو واضح كده انه عارف كويس جدا انهم جوه الحلم، وعشان كده مش هيعرفوا يسرقوا منه اي حاجه. بس كوب بيكون عنده راي مختلف وبيعرف ارسل ان سايتو ما يعرفش انهم جوه الحلم، وهو شايل كل اسرار شركته اللي عايزين يسرقوها دي جوه خزنه موجوده في المكان اللي هم فيه. وحاليا كوب هيروح عشان يسرقها. اثناء بقى ما كان كوب بيتكلم مع ارثر فجاه بتظهر قدامه مول. وطبعا انا عارف انك سالت نفسك دلوقتي مين مول دي يا صديقي. فمول دي بكل بساطة تبقى زوجة كوب اللي ماتت من فترة ودايما مأثرة على شغله، لأنها دايما بتظهر له في أحلامه اللي زي دي وأثناء شغله، وبيسيبها بعد كده عشان يشتغل. بعدها بنشوف إن كوب بيوصل فعلا للخزنة اللي فيها معلومات شركة سايتو اللي جاي يسرقها. فبياخد بقى ملف المعلومات ده، لكنه قبل ما يمشي بيتفاجئ بسايتو ورجالته ومعاهم مول جايين لهنا وهم قابضين على أرثر. بيتكلم بعدها سايتو مع كوب وبيعرفوا انه كان عارف انه هو شغال مع شركة كوبول اللي تسرق الافكار من احلام الناس، وكان عارف انه دخله جوه الحلم ده عشان يسرق افكاره. لكن سايتو كان سايبه يعمل كده لانه كان بيختبره عشان محتاجه في عملية كبيرة جدا. وبيعرفوا سايتو انه فشل في الاختبار تماما لان مول طلعت لسايتو في الحلم وتعاونت معاه. في الوقت بيتصدم كوب وبدون مقدمات بيضرب ارثر بالنار وبيقتله. وما تخافش لان ارثر ما ماتش ولا حاجه، لان حاليا بننتقل للمكان اللي فيه ناش مع ارثر وكوب وسايتو وهم نايمين. وبنشوف ان ارثر حاليا فاق لانه لو مات في الحلم بيفوق في الحقيقه زي ما حصل دلوقتي. وبيعرف ارثر ناش انهم في مصيبه لان سايتو كشفهم، ولان اصلا الحلم اللي كانوا فيه ده كان اصلا من صنع ارثر، فلو صحي من النوم كل حاجه في الحلم هتنهار. فبنرجع تاني للحلم وبنشوف ان ارثر فعلا بعد ما صحي بدا كل الحلم اللي فيه ده ينهار، وبالتالي طبعا بيموت سايتو فبيصحى بقى في ارض الواقع. اما بقى كوب فحاليا ناش بيرميه جوه بانيو كده كله ميه عشان يفوق، فبيموت في الحلم وبيصحى فعلا في الحقيقه. دلوقتي بقى بيقعد كوب مع سايتو وبيفضل بقى يستجوبه ويقول له قول لي على المعلومات اللي انا عاوزها. لكن سايتو مش بيقول له على اي حاجه، وبيستغرب انه كوب قدر يخطفه جوه الشقه دي، لان الشقه دي اصلا شقه سريه بتاعت سايتو محدش يعرف عنها اي حاجه غير سايتو. بس عموما كوب بيفضل يسال سايتو عن المعلومات اللي هو عاوزها، بس سايتو مش بيقول حاجه. فبيتعصب كوب وبيمسك سايتو وبيرميه على الارض. وهنا بقى بيلمس سايتو السجاده اللي على الارض وبيلاقيها مختلفه عن السجاد بتاعه. فبيعرف هنا سايتو انه مش في ارض الواقع ولا اي حاجه ولا صحي، وهو لسه جوه حلم بل طلع من حلم لحلم. فبيتصدم من كفاءه كوب الكبيره انه قدر يصنع حلم جوه حلم. واصلا المفروض ان كوب وسايتو والكل حاليا نايمين في مكان تاني على الارض بتاع الواقع ده.
وده كله مجرد حلم، والحلم ده بقى من تصميم ناش واللي دلوقتي بنشوف انه بيتقتل فبيصحى في العالم الحقيقي وبجد المره دي. وبنشوف ان ناش وسايتو وكوب وكمان ارثر هما في الحقيقه نايمين جوه قطر كده، وبما ان ناش صحي فالعالم بتاع الحلم ده بينهار وكوب وارثر بيموتوا في الحلم فبيصحوا في الحقيقه. وبيكونوا طبعا هيتجننوا ان هم عارفين ان المهمه كده فشلت، وبالتالي بيهربوا دلوقتي قبل ما سايتو يصحى وبيسيبوا المكان وبيمشوا. اما سايتو نفسه فبيصحى اخيرا وبيعرف انه في ارض الواقع وبجد المره دي، وبيكون بقى فرحان جدا بكفاءه كوب وفريقه انهم كده هيقدروا يشتغلوا معاه وينفذوا المهمه اللي هو عاوزهم فيها، واللي كان طبعا بيختبرهم طول الحلمين اللي فاتوا دول عشانها. عموما بنشوف بعدها يا صديقي كوب وهو في بيته وبيكون معاه النحلة أو التميمة التوتم اللي قلت لك عليها، ودلوقتي بيلف النحلة دي وبيفضل يراقبها كويس لحد ما بتقف. ولما النحلة دي بتقف عن الدوران بيعرف كوب هنا إنه في أرض الواقع بجد وإنه مش جوه حلم. وده لأن على فكرة كوب بيستخدم التوتم والنحلة دي عشان يفرق بين الواقع والحلم، إنه لو جوه حلم فالنحلة دي هتفضل تلف ومش هتقف، لكن طبعا بما إنه في الواقع فلا، يعني بتلف لفتين ثلاثة وبتقف. في كل الأحوال بعد كده بيجيب كوب التليفون وبيتصل على أبنائه اللي اسمهم جيمس وفيليبا، وبنعرف إن جيمس وفيليبا عايشين في أمريكا مع جدتهم. أما كوب فمش بيقدر يدخل أمريكا لأن المخابرات هناك بيدوروا عليه، إنه كان شغال معاهم على فكرة كعميل بيسرق الأحلام وكده، بس اختلف معاهم وهرب، ومن وقتها وهو ممنوع من دخول أمريكا. المهم حاليا كوب بيطمن على ولاده وبيسأل وقتها ابن جيمس الصغير بيسأله عن أمه مول، فبيعرفوا كوب انها ماتت وانها مش هترجع تاني، وبيقفل بعدها المكالمة على طول. بعد كده بقى بيجي ارسل لكوب وبياخده عشان يهربوا قبل ما سايتو او شركة كوبل يوصلوا لهم، لان سايتو لو وصل لهم هيقتلهم وشركة كوبل لو وصلت لهم هيقتلهم هم كمان، لانهم فشلوا في انهم يسرقوا المعلومات من راس سايتو. بس عموما كوب وارسل بيطلعوا السطح عشان ياخدوا طيارة ويهربوا بيها، لكنهم بيتفاجئوا ان سايتو مستنيهم في الطيارة وبيكون معاه كمان ناش لانه قدر يقبض عليه قبل الكل. وناش طبعا يعني اعترف بعدها على مكان كوب وارثر، وحاليا سايتو جه لغايه هنا وبيخلي بقى رجالته ينزلوا ناش من الطياره، وبنعرف ان سايتو هيسلم ناش لشركه كوبل وهم بقى يتصرفوا معاه. اما دلوقتي فبيطيروا سايتو والكل بالطياره، وبيتكلم دلوقتي سايتو مع كوب وارثر وبيقول لهم انه عاوز منهم خدمه صغيره، وهي انهم يدخلوا جوه حلم شخص معين، ولكن بدل ما يسرقوا فكره فهم هيزرعوا فكره في راسه، والشخص ده بقى هو روبرت اللي بقى ابن رجل اعمال شهير. ورجل الاعمال ده منافس لسايتو بشكل كبير، وخلاص هو قريب جدا هيموت وروبرت هيورث كل حاجه. فسايتو بقى عاوز كوب وارثر يزرعوا في راسه فكره انه يفكك امبراطوريه ابوه، وبالشكل ده هيضمن سايتو ان ما يبقاش ليه اي منافس بعد موت الاب. كوب وارثر صديقي بيرفضوا المهمه دي تماما، لان فكره انك تزرع فكره في راس حد دي مش حاجه سهله تماما وشبه مستحيله. في الوقت ده بيعرفوا سايتو انه لو عمل كده ونفذ المهمة هيرجعوا امريكا وهيحل له كل مشاكله هناك وهيخليه يعيش مع ولاده من جديد. وهنا بس بيتحمس كوب وبيقرر انه يجمع فريق عشان ينفذ المهمة دي على اكمل وجه. حاليا بقى بيروح كوب على باريس وبيقابل البروفيسور ميلز، وده بقى يبقى ابو مول مرات كوب اللي ماتت. المهم ان كوب يعرف ميلز حاليا انه هيعمل خدمة لسايتو وهيقدر بعدها يرجع امريكا ويقابل ولاده، وبيعرفوا كوب انه عاوز يعني بس من ميلز ان هو يرشح له مهندس تصميم محترم عشان كوب هيخليه يشتغل معاه ويصمم الاحلام اللي هو محتاجها كوب في المهمه دي. والسبب اللي مخلي كوب مش عارف يصمم الاحلام بنفسه وهو ان مول بتمنعه من ده بتاثيرها عليه في كل مره بتطلع في الاحلام. وقتها بقى ميلز بيرشح لكوب بنت بتدرس عنده شاطره جدا اسمها ريادني، فعلى طول من غير كلام كتير بياخد كوب ريادني وبيتمشى معاها شويه وبيقعدوا على كافيه يتكلموا. بيقول كوب لريادني انها مصممة شاطرة في الواقع، بس هل تقدر بقى تبقى مصممة شاطرة في الاحلام؟ وبيعرف بقى اول خطوة عشان تبقى مصممة شاطرة جوه الاحلام وهي انها تصنع الحلم بشكل قريب جدا للواقع. زي دلوقتي مثلا هم جوه حلم، لكن عشان كوب يصنعه باحتراف ما قدرتش ريادني تفرق بينه وبين الواقع. طبعا بتصدم ريادني انها حاليا في حلم، ومرة واحدة بيبدأ العالم ينهار من حواليها وبتصحى هي وكوب وبتلاقي نفسها انها في مخزن كده مع كوب وارثر، وانها كل ده كانت جوه حلم. فبيعرفها كوب انها جوه الحلم ده وعاوزه تقريبا ساعه كامله، لكن في الواقع هم كانوا نايمين لمده 5 دقايق بس، لان الوقت في الحلم اسرع بكتير من الواقع. وبيقول لها كوب ان هم يدخلوا جوه الحلم مره تانية فتجهز نفسها، وهوب بيدخلوا فعلا جوه الحلم مره تانية، وبتبدا بقى رياتني تصمم مباني وتغير في الحلم ده بطريقتها وبتصنع جسر كمان. وفي الاثناء دي بيشوف كوب على الجسر ده نفسه هو ومراته مول
فبيستغرب وبيسأل ريادني هل الجسر ده موجود في الحياة الواقعية؟ فبتقول له اه. فبيقول لها كوب انها ما ينفعش تصنع حاجة موجودة في الواقع، لان بكل بساطة ده ممكن يخليها ما تعرفش تفرق هل هي في حلم ولا في الواقع. ده غير انها تبدأ بقى الذكريات اللي قضيتها في المكان ده في الواقع تطاردها في الاحلام، زي دلوقتي مثلا كوب شايف ذكرى ليه لما كان معمول على نفس الجسر ده قبل كده. فبمعنى اصح ما ينفعش تعمل حاجات في الواقع جوه الحلم، لانها بعد كده ممكن ما تقدرش تفرق بين الحلم والواقع. فجأة بقى يا صديقي الناس اللي ماشيين على الجسر ده بيهاجموا كوب وريادني، وبتيجي حاليا مول وبتقتلهم، فبيصحوا في العالم الواقعي. وبيقول بعدها كوب لريادني كل اللي حصل ده بسبب انها صنعت شيء من العالم الحقيقي في الحلم، وما ينفعش تعمل كده تاني. وبيعرف انها لازم بقى تصنع لنفسها توتم زي النحلة بتاعته عشان تقدر تفرق بين العالمين، وتبقى دي هي الطريقة بتاعتها انها تعرف تفرق. لكن ريادني بتخاف الصراحة من الموضوع ده كله، وبتقرر انها مش هتشتغل مع كوب وبتسيبهم وتمشي. لكن كوب بيكون عارف انها ترجع لهم تاني وتشتغل معاهم، فبيسيب كوب ارثر هنا عشان لما ترجع يكون هو موجود. وبيقرر بقى كوب يروح على افريقيا عشان يقابل هناك امز، واحد من العملاء الشاطرين اللي اشتغلوا مع كوب زمان، واللي كوب حاليا عاوز يضمه للفريق. وبيعرفوا بموضوع انهم عاوزين يزرعوا فكره جوه راس روبرت. فبيعرفوا امز ان الموضوع ده صعب جدا، مش مستحيل بس صعب، ولكن هو هيشتغل معاه عشان بيحبه. لكنهم هيحتاجوا لكيميائي شاطر جدا يساعدهم انهم يقدروا يبنوا حلم جوه حلم جوه حلم، عشان يقدروا بسهوله يضحكوا على روبرت ويزرعوا فكره في راسه. فبيعرفوا بقى إمز إنه يعرف كيميائي شاطر اسمه يوسف ممكن يشتغل معاهم، ولكن بيعرفوا برضو إمز إنهم مش هينفع يروحوا ليوسف دلوقتي، لأن في كام عميل من شركة كوبل بيراقبوا كوب. وبيطلب إمز من كوب إن هو يتخلص منهم، وبعد كده يتقابلوا ويروحوا ليوسف. فبيقوم بقى كوب ويبدأ يهرب من العملاء دول يمين وشمال، وبيفضل يهرب منهم كتير لحد ما بيظهر سايتو بعربية وبيركب كوب معاه وبيهربوا من المكان. ونعرف إن سايتو جه ورا كوب لهنا عشان يحميه من شركة كوبل. وحاليا بيروحوا بقى لايمز وبياخدوه وبيمشوا عشان يروحوا ليوسف الكيميائي. وفعلا بعد شوية وقت صغيرين بيوصلوا التلاتة بربط المعلم كده عند يوسف، وبيعرفوا كوب انهم عاوزينه يصنع ليهم مركبات تخليهم يدخلوا 3 طبقات من الاحلام جوه حلم واحد، يعني حلم جوه حلم جوه حلم جوه حلم. في يوسف وبيعرفوا انه هيصنع لهم مركبات عبارة عن منوم قوي جدا يدخل البني ادم 3 طبقات من الاحلام. وبالشكل ده بيكون كوب خلاص يا صديقي كون فريقه وجاهز كل اللي محتاجه. على الجانب الاخر بنشوف ان ريادني راحت مره تانية لارثر وعرفته انها رجعت في كلامها وهتشترك معاهم في المهمه. فبيفرح ارثر وبيعرف ان كوب كان صح، وبيبدا بقى يعلمها كل اللي ناقصها. في نفس الوقت بنشوف ان كوب وايمز قاعدين دلوقتي مع سايتو وبيبداوا ياخدوا منه معلومات عن روبرت وابوه موريس عشان يعرفوا هيدخلوا له ازاي وازاي يزرعوا كمان الفكره في راسه. المهم ان ايمز بيروح بقى لعند روبرت، وبيعرف ايمز ان روبرت دايما بيمشي ورا كلام بيتر واللي يبقى مساعده ومساعد ابوه من قبله. فبالتالي بيجتمعوا بقى كوب وكل الفريق وبيعرفهم ايمز المعلومات اللي عرفها عن روبرت وعن ثقته الكبيره في بيتر. وبيعرفهم ايمز كمان انه في الاحلام هيتقمص شخصيه بيتر ويحاول يقنع روبرت بتفكيك شركه ابوه. بعدها بقى بيبداوا الكل يتكلموا سوا ويحطوا الخطه، وبتكون الخطه كالاتي: هيخطفوا روبرت وهينيموه وهيدخلوه جوه اول طبقه في الاحلام، ويبداوا بعدها يحاولوا يقنعوه انه يفكك شركه ابوه، ولو ما وافقش هيدخلوه جوه الطبقه الثانيه، ولو ما وافقش هيدخلوه جوه اخر طبقه الثالثه، وهكذا وهكذا وهكذا. وبيعرفهم كوب كمان انهم في المهمه دي لو عاوزين يصحوا في اي حلم مش هيصحوا لو اتقتلوا في الحلم، ولكن هيصحوا بس لو وقعوا من مكان عالي جدا. وده بسبب ان المره دي المنوم اللي معاهم قوي جدا، اللي هو يعني اللي صنع يوسف. خليك فاكر النقطه دي يا صديقي لانها مهمه. بيعرفهم كمان انهم في الواقع هيناموا لمده 10 ساعات كاملين دولا عن كل المرات اللي كانت بتبقى دقايق بسيطه، ولكن في الاحلام هيقعدوا اكتر بكتير من اي مده عدت، لانهم هيقعدوا سنين، عشان 10 ساعات في الواقع تساوي عقود طويله في الاحلام. في كل الاحوال بالشكل ده خلاص حاطين الخطه وبيقرروا الكل انهم ينفذوها. ولكن اليوم اللي قبل ما ينفذوا خطتهم بتشوف ريادني ان كوب دخل في عالم الاحلام المتعدده باستخدام المنوم بتاع يوسف عشان يجربوا كده. فبتستغرب ريادني هو ليه دخل في الطبقات بتاعه الاحلام المتداخله من غير ما يبداوا الخطه اصلا، وبتكون عاوزه تعرف هو بيعمل ايه بالظبط جوه. وعشان كده بتوصل ريادني نفسها مع كوب بحيث تدخل معاه في نفس الحلم وتشوف هو بيعمل ايه. وبس لما بتدخل ريادني لعالم الاحلام بتاعت كوب بتلاقيه قاعد مع مراته مول، واول ما بيشوفها بيتجنن وبياخدها وبيبعده. بيسألها بعدها هي بتعمل ايه هنا، فبتعرفوا انها دخلت عشان تشوف هو بيعمل ايه، وانه المفروض يعني يفهمها كل حاجه. فبيحكي لها كوب القصه بالكامل،
وبنعرف يا صديقي إن كوب ومراته مولي كانوا بيحبوا بعض جدا جدا، لدرجة إنهم عاشوا في عالم الأحلام لمدة سنين طويلة جدا. وبسبب كده ارتبطت مول بعالم الأحلام وبقت شايفة إن عالم الواقع ده مش حقيقي، فأدت نفسها بحيث تفضل عايشة في عالم الأحلام. وكوب وقتها اتهم بقتلها واضطر يهرب من أمريكا بالكامل وساب عياله مع جدتهم، ودي كانت آخر مرة يشوفهم فيها. ومن وقتها بقى وهو حابس مراته مول وشوية من ذكريات أولادهم في عالم الأحلام بتاعه اللي مبني كله من ذكريات عشان يقدر يعيش معاهم حتى لو الكلام ده كله مش حقيقي. ولكن هو حاليا بينفذ مهمة سايتو عشان بس يقدر يعيش مع ولاده في الحقيقة وينسى عالم الأحلام ده تماما. طبعا بيتصدم ريادني من كل ده، بس مش بتعلق على كلام كوب، وبنشوف ان مول بدأت تاخد بالها من ريادني وانها هنا، فكانت هتهاجمها هي وكوب. عشان كده بيصحوا من عالم الأحلام ده للواقع، وهما بيصحى كوب وريادني بيطلب كوب منها إنها ما تجيبش سيرة لأي حد باللي هي شافته في عالم الأحلام، فبتوافق ريادني. بعد كده بيجي سايتو وبيعرف الكل إن موريس أبو روبرت مات خلاص، وإن روبرت دلوقتي هيركب طيارة عشان يسافر يحضر جنازة أبوه، وهم هيركبوا معاه نفس الطيارة وهيخدروه، وهم كمان هيتخدروا ويناموا بقى ويدخلوا العالم الأحلام عشان يبدأوا شغلهم. فيوافقوا الكل على كلام سايتو، وبيركبوا بقى الطيارة دي مع روبرت، وعلى طول بيدي كوب لروبرت كاس كده يشربه. فهوب بينام روبرت، وكمان كوب وسايتو ويادني وارثر ويوسف وامز بيشربوا هما كمان المنوم وبيناموا مع روبرت وبيدخلوا عالم الاحلام. الطبقة الأولى من الحلم أو الحلم الأول اللي بيدخلوه ده الكل بيلاقوا الكل نفسهم راكبين عربية وماشيين في طريق، وبيكون تصميم الحلم كالآتي. المفروض إن روبرت في الحلم ده هيكون فاكر إن أبوه تعبان وهيركب سيارة أجرة عشان يعني يروح يزور أبوه في المستشفى، وهم بقى يخطفوه في سيارة الأجرة دي ويبدأوا مهمتهم. وفعلا بيشوف الكل روبرت وهو بيحاول يوقف تاكسي، فبيروحوا يخطفوا تاكسي وبيخطفوا روبرت فيه. ولحد هنا تمام. اللي مش تمام ان فجأة بتطلع ناس عليهم بيضربوا نار، وطبعا بيكونوا الكل مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط حاليا، ولكن بيفضلوا يهربوا من الناس اللي بتضرب عليهم نار، ويهربوا ويهربوا. واثناء ما هما بيهربوا بيتضرب سايتو بالنار وبيتصاب، فبيكملوا برضه الكل هروب لحد ما بيوصلوا المخزن كده وبيستخبوا فيه. المخزن ده بقى حاليا بيتكلموا الكل مع بعض وبيقولوا ان روبرت اكيد خد تدريب عسكري ضد سرقة الاحلام، وعشان كده اول ما دخلوه في حلم وحس بالخطر ظهروا جنود عاوزين يقتلوهم ويحرروه، لان ده من صنع العقل الباطن بتاع روبرت بسبب تدريبه العسكري. وحاليا بيلاقوا الكل سايتو بيتألم، فبيكون إمز هيقتله عشان يعني يصحى في الواقع، لكن كوب بيوقف إمز وبيعرفوا إنه لو قتل سايتو حاليا مش هيصحى في الواقع بسبب المخدر القوي اللي واخدينه، وبجد المرة دي هيموت، وبالتالي لازم يحافظوا على حياته وعايش ويكملوا مهمتهم، وبعد كده يصحوه بإنه يترمي من مكان عالي زي ما قالوا في الأول. وبيعرفوا الكل حاليا إنهم في مصيبة، لأن ده معناه إن لو حد فيهم اتصف في أي طبقة من طبقات الأحلام الثلاثة اللي هيدخلوها هيموتوا في الواقع أو هيتوه في الفراغ بين الحقيقة والحلم، ومحدش فيهم هيرجع لحياته أبدا. طبعا دي مخاطرة ما كانوش يعرفوها من البداية، وكوب كان مخبيها عليهم عشان يكملوا مهمة معاهم، وبما إنهم اتورطوا بيقرروا يكملوا مهمتهم وخلاص. فبالتالي بيدخل كوب دلوقتي على روبرت وبيقول لروبرت إن في خزنة بتاعت أبوه، وإنه لازم يفتكر أرقام الخزنة دي عشان يسرقوا اللي فيها. لكن روبرت مش بيفتكر أرقام الخزنة، فحاليا بيجيبوا له إمز وهو عامل نفسه بيتر مساعد روبرت، وبيقول له يفتكر رقم الخزنة دي لأن فيها وصية أبوه والناس اللي خاطفينه عايزينها بأي طريقة وإلا هيأذونا. فبيقول روبرت لبيتر إنه أول مرة يسمع حاجة زي دي، وبيسأله الوصية فيها إيه بالظبط، لكن بيتر بيعرفه إنه ما يعرفش. وخلي بالك يا صديقي، هو طبعا مفيش خزنة، لكن ده سيناريو كله صنعه في الحلم عشان يزرعوا فكرة تفكيك الشركة في راس روبرت زي ما هيحصل بعد شوية. المهم حاليا مش بيعرفوا يوصلوا لحاجة مع روبرت، فبيقرروا يدخلوا بقى بيه للطبقة التانية من الحلم. فبيناموا بقى الكل في الحلم ده عشان يصحوا في الحلم اللي بعده، ما عدا يوسف هيفضل في الحلم ده عشان يحافظ على الكل، خصوصا سايتو ضد العقل الباطن بتاع روبرت والجنود اللي كل شوية بيوصلوا لهم وبيحاولوا يضربوا عليهم نار. ركز يا صديقي انك لو دخلت في حلم جوه حلم لازم برضه يكون في حد بيحرس الاجسام اللي جوه الحلم ده حاليا زي ما هو بيحصل في الحقيقه. عموما هنرجع ليوسف تاني، بس دلوقتي بندخل مع الكوب والكل جوه الحلم التاني، واللي حاليا الكل بيكونوا جوه فندق كده، وبنشوف في الفندق ده قاعد ايمز وهو عامل نفسه واحده مع روبرت، ولما بيجي كوب للمكان بيسيب ايمز المكان وبيمشي. اما كوب فبيقعد بقى يتكلم مع روبرت، وبيفهم روبرت دلوقتي انه ما كانش مخطوف بجد، وانه كان في حلم، وان اللي صنع الحلم ده مساعده بيتر عشان كان عاوز يوصل للوصيه اللي كاتبها موريس في الحقيقه. وبيعرف كوب روبرت انهم حاليا في حلم اصلا مش في حقيقه خالص. فبيستغرب روبرت انهم دخلوا حلم جوه حلم، وبيسال كوب هو مين بالظبط، فبيعرفوا كوب انه يبقى مدير امن روبرت عينه عشان يحمي احلامه.
لكنه حاليا نسيه تماما لانه دخل حلمين جوه بعض. طبعا روبرت بيصدق كل ده لانه عاوز اي حد يحميه، بس بعدها بنشوف ان ايمز وسايتو بيقابلوا بيتر جوه الحلم ده، وما بيكونش سايتو فاهم مين ده بالظبط. بيعرفوا ايمز ان ده بيتر ولكن من انعكاس راس روبرت. حاليا بيسيبوا بيتر ده يروح يقابل روبرت، وبيقول له كوب ان بيتر ده هو اللي عين شركه يخطفوه في الحلم الاولاني عشان كان عاوز يوصل للوصيه. فبيسال روبرت بيتر هو ليه كان عاوز يوصل للوصيه دي. فبيعرفوا بيتر ان الوصيه دي ابوه موريس كان بيقول فيها لروبرت انه فاشل وانه لازم يفكك شركته ويبني شركه تانيه ناجحه، وانه مش هيقدر يعمل كده. من الاخر موريس كان بيتحدى في الوصيه دي. فبيتصدم روبرت وبيبدا يفكر انه فعلا يفكك شركه ابوه ويبدا من جديد عشان يثبت انه افضل منه وما يتحداهوش. وكده بدات الفكره يا صديقي شويه تتبلور في راس روبرت. وبيقرر كوب بقى يكمل بانه بيقول لروبرت انهم هيهربوا من الحلم ده وهيدخلوا الحلم تاني، وساعتها هيقدر روبرت يفتكر رقم الخزنه بتاعت ابوه ويوصل للوصيه بتاعته قبل بيتر. وفعلا بيناموا الكل حاليا في طبقه الحلم دي، ولكن بيسيبوا حد واحد صاحي هنا، والحد ده هو ارثر عشان طبعا يحميهم في طبقه الحلم دي كمان، وعشان في الوقت المناسب برضه يصحيهم من الحلم. اما بقى كوب وسايتو وروبرت وامز فبيدخلوا طبقه الحلم الثالثه والاخيره. المره دي بيلاقوا الكل نفسهم في مكان متجمد بيحموه جنود، والمفروض ان المكان ده فيه موريس، وان روبرت هيدخل يقابله عشان يقدر يعرف من ابوه ايه رقم الخزنه اللي فيها الوصيه. اما بقى كوب والباقيين فبيعرفوا روبرت انهم هيقدروا يحموه من الجنود دول لحد ما يبقى يدخل يقابل ابوه. فبيوافق روبرت وبيسيبوه وبيمشي. بنشوف ان روبرت برضه بيدخل لابوه موريس وبيقابله، وبيسال ابوه هو ليه كان عاوز يفكك شركته، هل مش بيحب له الخير. فبيقول له ابوه انه بيحب له الخير وعشان كده هو عاوز يفكك الشركه بتاعته، لان لما يفككها هيقدر يبني شركه ناجحه من الاول وجديد بنفسه وما يبقاش نسخه من موريس. يعني بمعنى اصح موريس كان عاوز له الخير لما كان عاوز روبرت يفكك الشركه. فبيقتنع روبرت جدا بالكلام ده، وبالشكل ده يا صديقي بيكونوا الكل نجحوا انهم يزرعوا الفكره في راس روبرت وخلاص بقت موجوده وهينفذها. دلوقتي بقى بنشوف ان كوب والكل لسه بيحاربوا الجنود، وبيتصاب سايتو في الحلم الثالث ده كمان. وفي الوقت ده برضه بيقول كوب ان سايتو هيضيع في عالم الاحلام ومش هيفوق في الواقع ابدا، وعشان كده كوب هيدور على سايتو لحد ما يلاقيه. وبتقرر كمان ريادني انها تروح معاه. اما سايتو وامز فبيفضلوا في الحلم الثالث ده عشان يحموا كوب وريادني، وكمان عشان يبقوا يصحوهم من الحلم. اما كوب وريادني فبيدخلوا طبقه حلم رابعه، وطبقه الحلم دي بتكون في العالم اللي كوب ومول صنعوه زمان، لان كوب بيكون متاكد ان سايتو موجود هنا لان مول خطفته عشان تجبر كوب يفضل معاها في عالم الاحلام. وفعلا بيوصلوا دلوقتي المول في عالم الاحلام، وبيقرر كوب يكون امين مع مول، وبيعرفها حاليا انه السبب في انها تموت نفسها ان هو من الاساس اللي زرع في راسها فكره انهم يدخلوا لعالم احلام ويعيشوا فيه فتره طويله، لان كوب وقتها كان عاوز يتعلم اكتر عن العالم بتاع الاحلام، وعشان كده كان عايز يعيش مع مول بالشكل اللي نفسه يعيش معاها ده في الحقيقه، وما كانش قادر يحققه في الواقع. لكن كوب ما كانش يعرف ان مول عقلها بالشكل ده هيروح وهيحصل عندها خلط في عالم الخيال والواقع، وهتفتكر ان الحلم هو العالم الحقيقي الحلو اللي لازم تعيش فيه، وهتكون عاوزه تعيش فيه لدرجه انها تفكر ان عيالها مش عيالها، وهتكون عاوزه تهرب منهم وتروح لعالم الاحلام. وفي الاخر بسبب كل ده قتلت نفسها، وكل ده من الاساس بسبب كوب اللي زرع في راسها الفكره. وحاليا بيقول كوب لمول هي خطفت مين بالظبط، فبتعرفوا انها خطفت روبرت مش سايتو، وانها ما تعرفش سايتو فين بالظبط حاليا. فبيقول بقى كوب لريادني انها تاخد روبرت وتمشي وهو هيتصرف. فعلا بتوصل لروبرت وبترميه حاليا من مكان عالي عشان يفوق في الحلم التاني اللي قبل ده. اما ريادني فهي تانية بترمي نفسها عشان تفوق. اخيرا بقى كوب فبيفضل يدور على سايتو كتير جدا لدرجة انه بيعيش في العالم ده لسنين طويلة 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 وبيعجز. لكنه في النهاية بيلاقي سايتو لكنه بيكون تايه وعجز زي ما حصل في بداية الفيلم خالص. وبيعرفوا كوب ان كل ده مش حقيقي، وانه ده في عالم الاحلام وبقاله سنين بيدور عليه عشان يرجعه للواقع. فبيفرح سايتو وبيقرر اخيرا يرجع تاني مع كوب، وهنا بقى لازم يخرجوا الكل من عالم الاحلام. فبنرجع للحلم اللي قبل ده اللي فيه ايمز لو تفتكر، واللي حاليا بيصحي كل اللي معاه عن طريق انه بيرميهم من مكان عالي. وفي الحلم اللي قبل ده بنشوف ان ارثر برضه بيرمي الكل من مكان عالي وهو اسانسير عشان يعني يصحوا في الحلم اللي قبله. وفي الحلم الاولاني بقى خالص 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 بنشوف ان يوسف بياخد الكل في عربيه وبيرميهم من فوق كوبري في الميه. وبالشكل ده اخيرا بيصحوا الكل في العالم الحقيقي وبيكونوا لسه على الطياره هي. طبعا لما بيفوق روبرت مش بيكون فاكر اي حاجه من كل اللي حصل معاه، لكنه بيكون فاكر حاجه واحده بس، وهي انه لازم يفكك شركه ابوه، وده اللي بيقرر يعمله اول ما يمسك الشركه.
وعشان كده بنشوف ان سايتو بيرد الوقت الجميل وبيدخل كوب امريكا بدون اي مشاكل. ولما بيدخل كوب امريكا اول حاجه بيعملها انه بيروح يزور ولاده جيمس وفيليبا، وقبل ما يشوفهم ويقابلهم بيطلع التوتم او النحله اللي معاه وبيلفها بحيث انها لما تقف يعرف هو في الواقع اخيرا. لكن يا صديقي الفيلم بينتهي على النحله وهي بتلف من غير ما تقف، وما نعرفش الصراحه هل هي وقفت فده معناه ان هو خلاص حاليا في عالم الواقع وهيعيش حياه سعيده مع ولاده، ولا ما وقفتش وهو لسه في حلم دخلوه بشكل ما. للاسف يا صديقي دي اجابه مش هنعرفها، لان الفيلم ما اهتمش انه يجاوب على حاجه زي دي وسابنا نفكر احنا ونحط نهايه بنفسنا. الفيلم اكتفى اننا نعرف ان كوب بقى مع اولاده وسعيد سواء بقى في الحلم او الواقع. بيخلص الفيلم هنا وانت يا صديقي حط النهايه اللي تحسها احسن بكتير. وبس كده، سلام.